أنا اسمي سما محي الدين، عندي 24 سنة، شغالة بروجكت مانجر في ماركتنج ايجنسي. الحقيقة أنا بلبس نضارة وأنا عندي 15 تقريبا سنة أو 16 سنة، وطول عمرها عائق كبير في حياتي عامة. ما بعرفش أخرج بيها، طبعا لو في أي مناسبة لازم ألبس لينسز بدلها. وحوالي مثلا من شهرين أو حاجة جبت دكتور هشام وعملت كل الفحوصات هنا في مستشفى دنيا العيون. والحقيقه كلهم ما شاء الله يعني اتعامل بروفيشنال جدا. وعملت العمليه اهو بقالي اسبوع والحمد لله شايفه ورؤيه اتحسنت جدا، وحقيقي الحمد لله الحمد لله. يعني احنا يعني انا كنت في حته تانية خالص. احنا الفكره يا استاذه سلمى ان احنا كان عندنا حاجه زياده عن اي حد، وهي القرنيه، ضعف بسيط داخل القرنيه، سمك القرنيه قليل شويه، عشان كده اختياراتنا للعمليه كانت محدوده. عمليات تصحيح بسبب الليزر عمليات مختلفه وكتير، 6 انواع مختلفه كبيره. اختيارنا لنوع العمليه المناسبه لاي حد هو ده المحك لنجاح العمليه. علشان عندنا سمك القرنيه اقل شويه اخترنا عمليه اسمها الاصلاح السطحي بالليزر او ليزر اللي هي ترانس ابيثيليال ترانسفير. العمليه دي ما بيتمش لمس العين فيها خالص، كل العمليه بتتم عن طريق الليزر، وبالتالي هي تيشو سيفر. يعني احنا بنحافظ على النسيج داخل القرنيه عشان نوصل في النهايه الى عمليه امنه تماما، في نفس الوقت تؤدي الى افضل نتيجه ممكنه بصريه. قولي لي العمليه كانت سهله ولا صعبه وخدت وقت قد ايه؟ لا كانت سهله بصراحه، ما خدتش وقت كتير خالص. يعني انا حتى كان اهلي منتظريني وبيقولوا لي انت ما لحقتيش. حسينا بالاختلاف بعد قد ايه من العمليه؟ تقريبا من تاني يوم او تالت يوم يعني ابتديت الرؤيه توضح وكل حاجه الحمد لله. يعني ايه حاجه تحبي تضيفيها؟ لا انا حابه اشكر حضرتك جدا يعني، وحابه اشكر تجربتي هنا في مستشفى دنيا العيون حقيقي. يعني الحمد لله، شكرا جزيلا. الحمد لله. الله يسلم حضرتك، شكرا.